رمضان بعد ظهوره في حفله الأخير بأمريكا بملابس وصفها البعض بأنها لا تليق بمجتمعنا. ونشرت شمس البارودي عبر حسابها الشخصي على الفيسبوك صورة تجمع بين محمد رمضان والطيار الراحل أشرف أبو اليسر، وعلقت على الصورة قائلة: حسبي الله ونعم الوكيل، عملت قيمة للجاهل وهو ولا حاجة، احنا في زمن المسخ. وأضافت: أنا سمعت وعارفة موضوع الطيار رحمة الله عليه، بس أول مرة أشوفه، يا رب قطع العيش ينقطع من رحمة ربنا، وكل قرش سحت يحاسب عليه في قبره عاجلا وغير آجلا. الراجل توفى قهرا، ربنا يقهرك وكل من يقف جنب الباط والتفاهة والسفه، ومن جمع المال بعد فقر ما ضجع، والفقر مش عيب، واغتنى بالهيافة والسفة واستغل جهل البسطاء، ويؤذي من هو أفضل منه قيمة وخلقا وإنسانيا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وكان قد أثار الفنان محمد رمضان موجة كبيرة من الجدل بعد ظهوره بملابس اعتبرها الكثير غير لائقة خلال حفله في مهرجان كوتشيلا بولاية كاليفورنيا الأمريكية، إذا تشبه حمالة السارة التي تستخدمها السيدات. وظهر محمد رمضان في حفلة بمهرجانات كوتشيلا وهو مرتدي قميص باللون الذهبي، وأغلب جسمه كان عاريا، الأمر الذي أثار موجة استياء كبيرة بين متابعي على مواقع التواصل الاجتماعي. واعتبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن هذه الملابس غير ملائمة وغير لائقة، وذهب بعضهم لوصف هذه الملابس أنها تشبه النسائية لحد كبير، واعتبروا اختيار لهذه الملابس غير موفقة على الإطلاق.